السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهارده البانيه، والبانيه طبعًا غاسلينه كويس جدًا ومنشفينه، وهانزل بقى بالخلطة ملح وفلفل أسود وجنزبيل وسُماق وزعتر وسبع بهارات وبهارات فراخ. هانزل بقى بمعلقتين كبار من صويا صوص ومعلقة كبيرة من الصلصة المعلبة زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده بقى هانزل بمعلقتين 3 من الدقيق على حسب كمية البانيه، وهانزل شوية وشوية بالمَيّة، وهاخلطهم كلّهم كده مع بعض زي ما أنتم هتشوفوا. بجد وصفة خطيرة وجميلة جدًا يا جماعة، وبدون بيض. لو ما عندكيش بيض ما فيش مشكلة، أنا عملته بدون بيض. لو في بيض ما فيش مشكلة، ممكن تحطي بيضاية واحدة، لكن ما فيش عادي استخدمي كده زي ما أنا استخدمت. هاخلطهم بقى كلّهم كده مع بعض، وهانزل بقى بالبانيه بتاعنا، وهاسيبه بقى حوالي من نُص ساعة لساعة، زي ما أنتم هتشوفوا. خطير بجد وتحفة. معايا بقى كده صينية أو طبق، قصّيت كده ال الكيس بتاع التلاجة وحطيته كده فوق الصينية، وهانزل بمعلقتين كبار أو 3 من الدقيق، وهانزل ببقسماط كريسبي، ده بيتباع في أي سوبر ماركت أو العطار، بجد بيدّي قرمشة خطيرة يا جماعة. هاخلط بقى كل ده كويس زي ما أنتم هتشوفوا كده، وبعد كده بقى أجيب بقى البانيه زي ما أنتم شايفين كده. المرحلة دي بقى ممكن يعني إيه تفرّزيه بقى كده، تطلّعيه على طول على القلي. نعمل بقى كمية اللي إحنا هنقليها، زي ما أنتم شايفين كده، بجد تحفة وخطير. طبعًا الزيت بقى محطوط على النار ويكون سخن، وننزل بقى بالبانيه بتاعنا. الcover مش هينزل ولا هيحصل له أي حاجة. بُصّوا، هنقلي بقى البانيه بتاعنا كده، ومش هاجي جنب منه خالص ولا هاقلّبه إلا أمّا ياخد لون من تحت. عملت بقى جنب منه كمان شوية مكرونة، بجد تحفة، تحفة، تحفة. ممكن بقى ساندوتشات مع طحينة كده، مع شوية بطاطس، مع شوية مكرونة، مع أي حاجة. بُصّوا بقى، بُصّوا القرمشة، وبُصّوا الcover ولا حصل له أي حاجة. إيه رأيكم بقى شوية البانيه وشوية المكرونة دول؟ بجد تحفة وخطيرة. شوية مخلل، بطاطس محمرة. بُصّوا بقى الcover ما فكِّش خالص يا جماعة. يا رب الوصفة تعجبكم.